السلام عليكم ورحمة الله. كيف عارفين؟ معكم حمدوش رشيد من قناة يوميات شاب مغربي أفريكا باي. هاد القناة اللي فيها بزاف ديال التنوع، اللي كتهضر على لا ميكانيك ديال الدراجة النارية وآخر صيحات ديال الدراجة النارية، وكذلك بمثال كتهضر على الموديفيكيشن، أي حاجة كتعلق بالدراجة النارية. وما كنديروش الفيديو من أجل الفيديو، كنفضلو نحافظو على داك الشيء اللي حطينا لعباد الله وكيستافدوا منه الناس في القناة ديالنا، على أننا كل نهار نخرجوا بفيديو من أجل ملء الفراغ ولا شي حاجة. لا، بالعكس، في كل مرة ملي كتبان لي شي حاجة مهمة ولا بد أننا نتكلموا عليها، إلا وخصني ندير عليها واحد الفيديو، سواء كتعلق بالمحرك أو بالدراجة النارية، أو بشي دراجة نارية بانت في السوق كتستحق أننا نتكلموا عليها، أو وصلت النيفو اللي وصلت ليه الصانية، أو الدراجات المزيانة اللي كانوا معتمدة في السوق واللي الناس عن تجربة هي اللي كتحكم الإخوان. في هذا الفيديو هذا بغيت نتكلم مع بزاف ديال الناس اللي مقبلين على الشراء ديال الدراجات الناريه. فكل ما كيشوفوا شي دراجه ناريه خرجت جديده، الا وكيبداو يصارعوا يمشيو يشريو. هذا ماشي عيب، هادشي كيوقع في بزاف ديال الحوايج، في التليفونات، في بزاف ديال الحوايج، في السيارات، في بزاف ديال الحوايج. ولكن ما نقدروش نقارنوه بالسماكاش ولا بلي ريستون ولا شي حاجه. وجبه تمشي تاكلها تقدر تعجبك ما تعجبك، عجباتك كتكمل من طبيعه الحال، ما عجباتكش راه غا ساندويتش هذا كتلعب ما بين 100 150 250 درهم ماشي مشكل. ولكن هنا كنتكلموا على واحد الدراجه ناريه، خصوصا الفئات ديال الدراجات الناريه الكيب اللي هما دراجات نفعيه كيف كتعرفوا الاخوان. انك ماشي كتمشي كتاخذ دراجه معترف بها عالميا، مثلا غتاخذ شي حاجه من الفئه ديال رودستر ولا ديال ترايل، شي حاجه توتيرا غتمشي غتسافر بها ومعروفه، شركه عندها ارقام، عندها تسجيلات، عندها احصائيات، عندها بزاف ديال العلامات التجاريه اللي هي كتوضع الثقه ديالها في هذيك العلامات التجاريه، وتقدر تاخذ منها قطع الغيار باش كتكمل لي موتور ديالها. كيف كتعرفوا الاخوان ان الشركات الكبار راهم كيمدوا بزاف ديال الشركات اللي كتعرفوهم كاينين في الدراجات الناريه العالميا، كمثل الفئات ديال الهواتف. كتلقى مثلا الكاميرا ديال سوني، ولا كتلقى افيشور ديال سامسونج، ولا كتلقى بزاف، كتلقى مثلا تليفون ديال لاصوص السوق، ولكن لي ماتيريال باش خدامو راه كياخذ من الشركات اللي هما سابقين وعندهم تجربه. لهذا الاخوان باش ندخل معكم في الموضوع في هذه لا فيديو اللي درتو انا، ماشي اي موتور تلاح غتمشي تخسر رزقك فيه، خصوصا انك انت كتلعب في الفئه ديال 10000 11 12 13000 درهم. حنا كنعرفوا هاد الناس كيفاش استجابوا هاد الفلوس وكيفاش جمعوهم، ما كنهضروش على الناس بين قوسين اللي كيصرفوا عليهم والديهم، الله يخلي لهم كل واحد وكيفاش. يعني الا كان تيصرف عليك شي واحد راه ما كتكونش الدقه بحال الا ضرب شي تماره عليهم. كاين فرق انك مشيتي تقاتلتي. انا كنهضر مع دوك الناس اللي كيتقاتلوا على واحد المبلغ وكتمشي كتانفيستي في واحد الموتور، كاريناج كاين او ما كاين، صادق ما صادقش، العيوب المميزات. حنا راه اغلبيه ديال الناس ملي كيجيب لك واحد الدراجه ناريه راك عارفين شنو كاين. حنا مغاربه كنعرفوا اغلبيه الانسان غيجبد لك هي الحاجه المزيان، لان كيكون واخد مقابل على داك لا فيديو اللي كيديروا. وانا ما نشكر لكش راسي، وكنت باغي نبدا ندير فيديوهات على الدراجه الناريه. راه العروض اللي جاوني اقسم بالله بعت محمد عروض مغريه. نتوما براسكم يعني عرفتوا العروض، بتقول يا خويا رشيد سير دير هذاك الاشهار، عروض مغريه. كنقول لك عروض مغريه، ولكن انا ما بغيتش نبيع الماتش. علاش؟ ملي غادي نشدك انت كتثيق فيا انا والثقه في الله سبحانه وتعالى، وغادي نجي نقول لك خذ هاد لا مارك هادي راه على حسابي وغتاخذها، ويوقع لك فيها مشكل، اللومه ما تبقاش لهذاك المورد، اللومه غتولي عليا انا، لانني انا اللي كنت حلقه وصل بينك وبين ذاك المورد وقلت لك هاد الدراجه الناريه راها مزيان. حاجه ما تكلمتش على انا، راه ما تكلمتش على انا، على جوج ديال الحوايج، يا اما فيها يا اما ما اتاحتش الفرصه باش نقدروا نتعاملوا مع ذاك البرودوي ولا شي حاجه. ما نقولوش كاع البرودويات اللي ما هضرش عليهم يوميات شاب مغربي افريكا بايك راهم برودويات عيانين، بالعكس كاين في السوق المغربيه برودويات اللي هما ذو جوده عاليه واللي عندهم السمعه ديالهم في السوق. وكذلك كمثال كاين بعض البرودويات اللي صراحه كيبقاو فيا الناس اللي كيشريوهم ما صالحين لوالو. موتور كاريناج ما طايحش، المول ديالو باش تصاوب داك الكاريناج لا علاقه، يعني طرف منا انت غادي تزنزين والمشاكل، خصوصا الا كنتي كبرتي المحرك ديالك. يعني كاين بزاف ديال المشاكل، وحنا ما يمكنليش غادي نجيب ديك الماركه ونقول لك خويا هاد الماركه راه ما صالحاش، حيت الصفه ما عنديش باش غادي نتكلم معاك. غادي نقدر نقول لك ننصحك باش تقدر انت تفورما وتقدر تمشي وتميز ما بين هاد الماركه اللي هي مزيانه وهاد الماركه اللي هي رديئه. وبالتالي انت ملي غتولي تاخذ غير الماركه المزيانه، ديك الماركه اللي هي رديئه واللي مولاها كيحاول يوفر
فالفلوس باش يجيب واحد الماركه اللي فيها ربح هامش ديال الربح كبير، وينقص من الماتيار وينقص من الجوده ديال الامورتيسور وديال لي بنو وديال الكاريناج، غادي لا بغى يكمل في السوق غادي يحاول يانفيستي العاقه يجبد الدولارات باش يقدر يواكب الشركات اللي هما دايرين بلاصتهم. حتى الاخوان حنا ملي كنهضروا على الصانيه، ملي كنهضروا على الصانيه مثلا ملي كنجيبوا هذا راه كيتسمى كاش سينيال، راه ماشي كاش سينيال هو داك الفاس، هذاك فاس افو او دوفو. هذا مثلا كنهضروا على البلاستيك ديال الصانيه، راه بلاستيك، راه ماشي راه بلاستيك ديال بصح. يعني الشركه ما جاتش من فراغ، يعني شركه راه خدمات وعندها بزاف ديال الناس اللي واقفين، بزاف ديال لي زانجينيور اللي واقفين على شغلهم بيديهم. هذا هو الفرق اللي تنبغي نقول لك. يعني هذا بواحد التحيه لطنجاوه اللي تيبقاو يسميو اي لعبه تيسميوها طابا، يعني ماشي اي حاجه سميتها طابا، يعني تيقول باش الطابا ديال قدام، طابا ديال اللور، طابا. هذا غنديروا فيديو ان شاء الله باش نقدروا نعطيكم الاسماء ديال لي كاريناج كامل. انا كنعطيكم على سبيل المثال علاش بزاف الناس تيقولوا خويا رشيد انت بقيتي مهتم بزاف بالشركه ديال الصانيه، لان السؤال واضح وباين. حنا غنجيب واحد لا مارك ديال واحد السيلو اللي هو معروف بلا ما نسميو ولا نديرو شي اشهار شي شركه. واحد السيلو راه معروف، راه الغطايه ديالو زرقاء، تيكتب به العالم، تيكتب به راه واقيلا من 1930 32. ما عرفتش شنو اللي عنده شي تاريخ مزيان يحطوا لنا في التعليق الاخوان. كان عندي التاريخ ديالو مابقيتش عاقل. هما بقاو خدامين بنفس الريتم ما غيروش، لان لان القلم هذاك الستيلو خدام عاطي الجوده ديالو، علاش غادي يتبدل؟ كذلك هو مثال الصانيه خدامه لا في الصح ديالها، لا في الكادر ديالها كادر تشيب كاري، لا في الكارنيج ديالها كارنيج ا بي اس متناسق، لا في الفو يعني الاضاءه ديالها الاماميه اضاءه خطيره، الليد اللور قدام، لي سينيال اللور قدام، لي كاتر سينيال الليد كاملين، طابلو دو بوار كترتاح تبقى غير تشوف فيه. بزاف ديال العوامل اللي هي كتخليك تعشق هذيك الدراجه الناريه. وخا هذا لان ديما حنا ريتشور ستوك، ديما ما عندناش الصانيه كتطيح كتتمشي. الريزيرفاسيون عندنا الناس تجي السلعه كنصيفطوا لهم السلعه ديالنا. وما كنقول لك زعما راه هي اللي كاينه في السوق، راه كاين ماطر، ولكن الجوده باقي ما وصلوش للصانيه، ما وصلوش لها في ديك الجوده. اغلبيه ديال بنادم باغي داك الربح السريع. لا خويا عطيني باش غتنافس، راه ما غتنافسش بالعاقه، كتنافس بالبرودوي. انا من خلال هادشي كامل ما كنخاطبش كاع دوك الناس كامل، انا كنخاطبك انت اللي تحط رزقك. انا في هذا الفيديو هذا خذوا من عندي ولا ما تاخذوش، كنخاطبك انت المقبل اللي باغي تشري اي دراجه ناريه. خويا حاول تفكر مزيان وتشوف، دخل اليوتيوب قلب، شوف هنا وشوف هنا، وشوف لي كومونتير، وشوف دوك الناس اللي كاسبين الماطر. خلينا من دوك المطبلين اللي تبقى يقول لك وانا راه كاين اللي ما عندوش بيكالا، هو كيتخلص ب 100 درهم النهار خدام. شنو مقابل لي ريزو سوسيو راه تيبقى يجاوب ويكومونطي، هو والله ما عنده، كيشد غير 11 لدارو، دارهم ما كيتسناوش للعشاء. باش تعرف شنو اللي كاين، كيبقى يعطي الاراء ديالو، كيبقى يعطي هذه المسائل. ديما كتبغي تاخذ النصيحه خذها من شي واحد اللي في الدومين. حتى انا كنتمنى الفيديو كان الاعجاب ديالكم. السلام عليكم ورحمه الله.